بس حضرتك قلت ان اسكندريه كانت وش السعد عليك. طبعا انا بعد ما كنت في الزقازيق رحت اسكندريه. يعني اول محطه كانت اسكندريه. اول محطه كانت اسكندريه بعد الزقازيق. ودي كانت وش السعد. طبعا يعني عايز اقول لك انا كنت في اسكندريه مبسوط جدا وكنت نجحت جدا جدا فيها، وبعدين بقى قررت خلاص انزل بقى القاهره عشان فاكر اول محطه في اسكندريه كانت على مسرح؟ لا انا اشتغلت على مسارح كتير وافراح وفي اوتيلات وافراح في اماكن، اشتغلت في ملاهي ليليه وحاجات كتير قوي، يعني كل ده بيثقل الموهبه يعني. طب ايه الاغنيه اللي كانت وش السعد عليك؟ ذكريات طبعا. لا احنا قبل ما نخش على ايام اسكندريه لا ايام اسكندريه لا، ما يعني اغنيه غنيتها لحد من المطربين، يعني الناس سمعتها منك واتسلطنت. انا كنت كشكول، عارفه يعني ايه كشكول؟ مليان، يعني ما فيش حد يقول لي اغنيه فلان كذا وما كانش عارفها، بقعد على طول اذاكر، بقعد على طول مين اسمع. المطربين بتوع زمان اللي انت كنت دايما بتحب تذاكر لهم اكتر وتدندن اكتر؟ محمد العزبي وانا دخلت امتحان الاذاعه والتلفزيون بموال بتاع الاستاذ صباح فخري. صباح فخري طبعا ده اسطوره غنائيه لم تتكرر يعني.